السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة. اليوم جبنا فيديو جديد ووصفة جديدة. كما تشوفوا حبيت نشارك معكم وصفة الملفاي اللي راح تبهركم كي تجربوها. كما نعرفوا أصلها فرنسي، حلوى من الحلويات الفرنسية المشهورة بالقرمشة نتاعها. نصلوا على رسول ونبدأ في التحضير. أنا جبت بات فيتي الواجدة هذه من المغازان، وتحبي تستعملي التوجده ديرها على روحك. نجيبوا نثقبوا البات فيتي، نثقبوها بالآلة، ومن بعد نحطوا عليها سكر غلاس ولا سكر بودر، ونكونوا سخنا الفور متاعنا على 180 درجة شالور تورنونت، ونحطوها تطيب حتى تشوفها احمرت وتبقي تطلي في الفور. هذا الشكل تاعها الاخير. نبقى نطل في الفور ونثقب فيها بالفرشيطه باه ما نخلي حتى انتفاخ. زد جبنا هذه الطبقة الثانية نفس الشيء. هنا زد عودت درتها ثقبتها، وزدت ثقبتها مليح مليح بالفرشيطة كمصا باش كي نحطوها في الفور ما تعملش لنا الفقاعات. من جهة نديروا لا كريم باتيسير تاعنا نص اطرة حليب ولا اطرة حليب كيما حسب الكونتيتي تاعكم اللي راح تعملوها. انا جبت نص اطرة حليب، 3 ملاعق اكل سكر، و3.5 ملعق أكل مايزينا، وحطيت ملعقة كبيرة تاع لافاني. بارد في بارد نحركهم مليح حتى تحل المكونات كاملة مع بعضها. ومن بعد نجيبوا 2 صفار بيض، غير الصفار نزيد نحطوهم مع الخليط مع لا كريم باتيسير، ونحاولوا كلش بارد في بارد، ونحلوا تماما البيض الصفار البيض تاعنا مع المكونات كلها، ونحطوها على النار تطيب حتى تعقد. وهذا الشكل النهائي تاعها بعد ما عقدت خلاص المكونات كامله عقدت. راح نتحصلوا على هذه القوام ونحطوه في بول ونخلوها تبرد تماما، ومن بعد نحطوها في الثلاجه ولا نحطوها في المجمد حتى تبرد خلاص. فوالا، ونغطوها بالبابي فيلم. لازم الكونتاكت مع وجه لاكريم باش ما ديرش لينا من بعد القشره، ونخلوها في جهه تبرد خلاص تماما، واللابات نتاعنا هي قاعده تطيب في نفس الوقت. من جهه اخرى نوجدوا لو غلاساج باه نحطوه فوق لي فوي تاعنا. هنا نجيبوا البياض بيض، قبيله استعملنا الصفر البيض وهنا جبنا البياض بيض، وراح نحطوا تدريجيا لو سكر غلاس حتى نتحصلوا على لو غلاساج تاعنا رويال اللي نحطوه من الفوق. شوفوا انا استعملت هذا لو غلاساج عملته في الدار، وحنا هنا اللي ساكنين في فرنسا تقدري تستعملي تلقيه واجد لو غلاساج رويال، تلقيه واجد في لو كلير ولا في لي ماغازان في لي غروند سيرفاس باش تسهلي عليك العمليه. وتبقي تزيدي في لو سكر غلاس حتى تتحصلي على هذيك لا كريم، ما تجيش عاقده ياسر وما تجيش جاريه ياسر. نبقوا نخلطوا حتى نتحصلوا على هذا القوام اللي تشوفيه. انا باش ما عنديش الشوكولا كذلك نحيت 2 مغارف ما يعادل 2 مغارف كبار تاع من الكلاصاج، وزدت عليهم الكاكاو حتى نتحصل على اللون البني من لون الشوكولا. نحطه في جهه، وبعد هنا جبنا هذيك لا كريم باتيسير تاعنا. شوفوا كيفاه جمدت خلاص. نحلوها شويه بالباتور، ونجيبوا العجينه المورقه تاعنا ونحطوا هذيك لا كريم باتيسير فوق واحده من طبقات تاع العجينه، ونزيدوا نكملوا كامل لا كريم تاعنا، ونزيدوا نحطوا الطبقه الثانيه تاع لا بات فيتي. نحاولوا نعدلوا لا كريم باتيسير تاعنا في كل الجوانب، وهذه كيما تشوفوا عمليه جد سهله. ونحطوا لا بات كيما قلنا ثانيه نتاعنا، ونحاولوا نعدلوا. ومن بعد نجيبوا لو غلاساج نتاعنا رويال هذاك، ونحطوه على كامل الجاتو نتاعنا، نقدر نقولوا عليه جاتو سي. فوالا، ونحاولوا نحلوا كامل، ونجيبوا هذاك لو شوكولا اللي نستعمل لو كاكاو مع اللي عندها شوكولا دير الشوكولا. انا ما عنديش بصح انسان لازم يخدم راسه شويه ويستعمل الحويجات اللي عنده في الدار. كيما تشوفوا نعملوا خطوط هكا متعاكسه، وهذا الشكل النهائي تاع الجاتو نتاعنا تاع لا باتيسري نتاعنا.
صدقوني كي تقطعوا اول قطعه راح تسمعوا صوت القرمشه، وراح تحسوا بلذة هذيك المميزه اللي تجمع بين الحلاوه والخفه. اعتذر فقط راح لي المقطع اللي صورت فيه الجاتو في ليزاسيت. اتمنى تعجبكم الوصفه وتكون عليكم خفيفه ظريفه، وتشاركوني ارائكم وديروا البارتاج باش تكبروا لي القناه، واشتركوا وديروا لي جيم باش تكبر القناه نتاعي.